السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واقعتنا النهاردة من الفيوم، من منطقة اسمها منشئة عبد الله. الزوجة اسمها نهلة، عندها 34 35 سنة، في الثلاثينات من عمرها. الزوجة عنده 39 سنة، بيشتغل صنايعي، بيشتغل كهربائي، وعندهم 3 ولاد. الزوجة هنا بتساعد جوزها على المعايش، وبتشتغل أي شغلانة علشان خاطر تساعد في الدخل بتاع البيت. عندها 3 عيال عايزين مصاريف، بدل ما يمد ايديهم لحد ولا يستلفوا، لو استلفوا من حد النهارده مش هيسلفهم بكره، فبتروح تشتغل اي حاجه تشتغلها. يعني تجمع محصول ماشي، تشتغل داده في مدرسه ماشي، تشتغل في مستشفى تنظف ماشي. اللي ربنا يرزقها بيه كانت بتعمل ايه؟ كانت بتكسر كده قرش على جنب. يعني مثلا ربنا رزقها ب 400 جنيه، تروح شايله 100 جنيه على جنب، 200 جنيه، 50 جنيه على جنب. ليه؟ تقول لك ما نعرفش الايام مخبيانا ايه، عشان خاطر ولادي لما يحتاجوا حاجه الاقي حد يعيا، حد يتعب، حد يحتاج حاجه، يبقى معايا فلوس. وهنا الزوج طبعا كان عارف ان مراته معاها فلوس، فطلب منها فلوس. ليه؟ علشان خاطر مزاجه، علشان خاطر بيشرب مخدرات. قالت له بقى انا اتعب واشقى وطول النهار تعبانه، والفلوس اللي بجيبها بشيل منها قرش على جنب عشان خاطر العيال، مش علشان خاطرك انت، مش علشان خاطر اديك لمزاجك. عايز لمزاجك من فلوسك انت، لكن ما تاخدش شقايه وتعبي وكمان تشرب بيه. ده حتى لو سجاير، مش هقول لك مخدرات، ما ينفعش اللي انت بتعمله. هنا الزوج اصر ان هو عايز منها فلوس ضروري. شوف وصلت لايه. المخدرات دي بتضيع الدماغ والمخ على الاخر. يعني انا عايز فلوس، يعني عايز فلوس، خلاص مزاجه جه دلوقتي ان هو عايز فلوس يجيب بيها المخدرات. فطبعا هي هنا ما وافقتش. قال لها بقول لك ايه، هولع لك في الشقه. قالت له ماله، ما شقتك، هولع لك في العيال. قالت له ماله، ما هم عيالك، هولع فيكي. قالت له يا عم هتريحني من الدنيا. ايه ده؟ يعني انت لا همك لا الشقه ولا البيت ولا العيال؟ يا سيدي وريني هتعمل ايه. كل ده علشان خاطر مزاجك؟ هو في ايه مالك؟ وما كنتش اديك هتولع فينا يعني؟ قال لها طب ماشي انا هوريك. الراجل خرج من البيت افتكرت ان هو بقى يعني هيهدي شويه نفسه في اي مكان، ولا يروح ياخد مزاجه مع اي حد من صحابه. ولكن شويه ورجع بجيركن بنزين. دخل الشقه، قالت له انت بتعمل ايه؟ قال لها اوريك هعمل ايه. وقعد يرمي البنزين على السجاده. يا راجل عيب اللي انت بتعمله ده، انت بتستعبط ولا ايه؟ بقى يرمي البنزين على كل حته في الشقه. قالت له طب وريني هتولع ازاي. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه حركات العبط اللي انت بتعملها دي؟ قال لها عبط؟ طب بص، هو حرم كمان البنزين عليها ايه. وشويه راح رامي البنزين على العيال. لا حول ولا قوه الا بالله. انت هتولع فينا بجد يا راجل ولا ايه؟ الوليه مش مصدقه. طبعا ارمي يا عم في البنزين وريني. يعني معاك فلوس دلوقتي رحت جبت بنزين. المهم مره واحده هوب راح مولع وخد بعضه هو وجري. وطبعا الشقه كلها ولعت. هنا الاهالي اول ما شافوا النار جريوا على الشقه وانقذوا الزوجة بالولاد. سبحان الله، طلعوا من النار مفيش أي حاجة فيهم، يا حتى هدومهم متعصى كده، بس البنزين النار ما جاتش ناحيتهم. سبحان الله، ربنا حماهم، ربنا حفظهم. وهو خد بعضه وهرب. ولكن مفيش ساعات كانت الأجهزة الأمنية قبضت عليه، ولما قبضت عليه طبعا اعترف بالواقعة، اعترف ان هو عمل ده كله. ليه؟ عشان كده قال لك عشان خاطر ما كانش عايزه تديني فلوس اجيب المزاج. المزاج يا راجل اتكسف على دمك يا راجل. يعني مش عايزه تصرف عليك وتساعد معاك على المعايش، وتساعد معاك في البيت وتربي عيالها وبتخرج زيك وبتتعب، وكمان عايزه تديك فلوس علشان خاطر تشرب سجاير ولا عشان خاطر تجيب مخدرات. لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.